ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا نعمل مع بعض اكلة سهلة وسريعة النهاردة، ومناسبة كمان للامتحانات، وكمان هتعجب الولاد عشان هي لذيذة جدا. يلا نعمل مع بعض الترند اللي مكسر الدنيا اليومين دول، وهو دونر الكباب التركي. يلا بينا. وكمان مقاديرنا وخطواتنا سهلة جدا جدا. هنحتاج معانا بصلة متوسطة مفرومة، فصين توم، وهنبتدي نخلطهم مع اللحمة المفرومة. وكمان هنضيف البهارات بتاعة دونر الكباب التركي: ملح وفلفل، 7 بهارات، بابريكا مدخنة، توم بودر، بصل بودر، رشة حبهان مطحون، ورشة زنجبيل مطحون، وبس كده. واخر مكون معانا هو الزبادي، يعني النص كيلو ممكن ياخد معلقة كبيرة زبادي. هاخد كل المكونات دي في الكبة بتاعتي، اطحنهم طحنة كويسة، وبعدين نشوف هنعمل ايه ونعمل ازاي اسرع اكلة وغدوة في التاريخ. يلا تابعونا. وده كده خليط اللحمة المفرومة بعد ما ضربناه في الكبة مع البصلة والثوم والتوابل كلها، وكمان مع الزبادي. هنبتدي بقى نجهز عندنا هنشكله ازاي عشان يستوي. هنجيب بقى ورقة زبدة. انا عايزة ورقتين من الزبدة يكونوا نفس المقاس. وقبل ما اشتغل في اي حاجة هبتدي ادهن ورقة الزبدة بالزيت عشان اللحمة المفرومة بتاعتي ما تلزقش فيها. عايزه اقول لكم يا جماعه، واضح ان من الريحه كده انه هيطلع طعمه حلو. انا اول مره اعمله، بس متفائله لان ريحه التوابل وخليط اللحمه المفرومه كله مع بعضه ريحته حلوه قوي. ان شاء الله ان شاء الله يطلع حلو. اقول لكم رايي بمنتهى الصراحه، وندوقه سوا كمان. هدهن كده ورقه الزبده بتاعتي بالزيت. واكون مسخنه بقى الفرن بتاعي كويس، وهبتدي اضيف كميه اللحمه المفرومه. خلي بالكم ان انا عايزاها رفيعه قوي قوي. عارفين سيخ الشاورما كده لما بناكله من بره، الراجل بيقطعه لنا قطع صغيره قوي كده، شرايح رفيعه كده خالص. فانا يا دوبك انا عايزه افرده بالسمك ده كده، ما يبقاش تخين، عشان ما احسش ان انا باكل كفته ما فيش فرق. فانا عايزاه شرايح رقيقه خالص كده، فهحاول افرده رفيع خالص على قد ما اقدر. هجيب بقى ورقه تانية من الزبده عشان اقدر افرد اللحمه بتاعتي بسهوله. حابه تفرديها بايدك، تفرديها بالنشابه، اي حاجه. عايزين نفردها على شكل مستطيل او مربع عشان نعرف نلفها وتبقى تاخد سواها مظبوط، ويبقى درجه السوا بتاعتها كلها زي بعض. الوصفه سهله جدا يا جماعه، ما خدتش وقت. ان شاء الله تطلع حلوه وكلنا نجربها كمان، خاصه احنا في المدارس، وانا معوداكم دايما بدور لكم على اسهل الوصفات. اللي متابعيني عارفين ده. فنجربها كده كلنا، او انا هجربها وادوقها معاكم واقول لكم طلعت عامله ازاي، وبعدين ابقوا جربوا. عايزه اقول لكم برده يا جماعه، حاولوا لما تيجوا تعملوا وصفه جديده، حتى لو انتوا واثقين في الشيف وبتتابعوه من الفانز بتوعه، يعني برده اعملي كميه على قدك لاي سبب من الاسباب. مش شرط المقادير والحاجه تطلع مش مظبوطه، لا مش قصدي كده. كمان ممكن جدا انت ما تحبيش طعمها وما يبقاش بالنسبه لك مستساغ، لان دي الاكل بيبقى برده اذواق. فحتى لو الشيف انت عارفه انه الحاجه بتاعته تطلع مظبوطه، حاولي لما تيجي تعملي الوصفه لاول مره تكوني عاملاها بمقادير قليله او كميه قليله. عجبتك اعمليها كتير براحتك بعد كده، لكن اول تجربه حاولي ما تعمليش كميه كبيره غير لما تظبط معاكي وكمان طعمها يعجبك. وكده خلاص جهزنا اللحمه المفرومه او دونر كباب التركي بتاعنا. بصوا سمكها عامل ازاي. انا حبيت ان هي تكون رقيقه خالص خالص عشان ما تدينيش طعم الكفته. انا عايزاها زي ما بقول لكم، زي الشاورما اللي بنقطعها كده رفيع خالص. بصوا هبتدي بقى الف الدونر الكباب التركي كده بالشكل ده، وادخله الفرن يكون متسخن على درجه حراره 180 او 200، نص ساعه 40 دقيقه، وابتدي احطها في الصينيه بتاعتي.
هحطها بقى، ادخلها الفرن، احطها في صينيه، في صاج، اي حاجه كبيره عندكم. شايفين بيبقى شكلها كده من غير ما ادهن اي حاجه، وهدخلها الفرن وارجع لكم ونشوف الطعم يا ترى حلو ولا فاكس. دونر الكباب التركي استنوا بعد التسويه. على ما الدونر كباب تركي يستوي، هقدم مع الوصفه بتاعتنا النهارده نوعين من السلطه. اول سلطه، اول حاجه بصل احمر، طماطم، هنحط كمان بقدونس، وهنضيف عصير ليمون. التوابل بتاعتنا هتاخد ملح، سماق، وفلفل اسود. السماق بيبقى حلو قوي مع شاورما اللحم، وكمان مع الدونر وفي السلطة بتاعتنا النهاردة. هنقلب بقى كل ده مع بعض، وكده تبقى الحشوة. انا هحطها مع الدونر جوه الساندوتش نفسه اكنها حشوة، حابين تاكلوها جنبها براحتكم خالص. كده طبق الحشوة او السلطة بتاعنا بقى جاهز وطعمه رهيب. جربولي واكتبولي في التعليقات طلع معاكم حلو ولا الناس ما عجبكوش قوي طعم السماق. تاني سلطة معانا النهاردة هنعمل قلنا او صوص يعني جوه الساندوتش، هتبقى سلطة الطحينة. هنحط على الطحينة خل، وهنحط فص ثوم مفروم، هنحط كمان رشة ملح، هنحط رشة كمون، مية، ونقلب كل المكونات دي. في ناس بتحب تضيف زبادي، دي حاجة ترجعلك اختياري تماما. بعد كده حابة ان انتي تصفي السلطة براحتك، حابة تستبدلي التوم العادي الفريش بتوم باودر برضو، بس التوم الفريش صراحة بيديها طعم احلى من التوم الباودر، بلونها بيفتح. القوام اللي انتي عايزاه. يلا بقى زمان الدونر بقى جاهز، لان انا شم ريحة والله روعة. وادي شكل الدونر بتاعنا النهارده، طعمه حلو قوي. انا دقته يعني ما استنيتكوش للاسف، بس نفتحه سوا مع بعض ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. يلا بقى نفتحه سوا ونشوفه من جوه عامل ازاي. بصوا رقيقه ازاي زي ما قلت لكم، شايفين؟ بصوا عامله، بصوا رقيقه ازاي. طبعا الجزء اللي هو بره بس هو ده اللي اتحمر. الطبقات اللي كنا عاملينها لسه، بصوا شايفين رقيقه ازاي. هنقطعه بقى قطع كده او بالمقص، مش مستاهله. بصوا رقيقه ازاي. طعمه حلو قوي، ريحته احلى. هقطعه بقى. هنا بقى ادي الدونر كباب بعد ما قطعناه. طبعا الحتت اللي متحمره دي اللي هي كانت مش فوقيها طبقات يعني، والفتحه دي اللي هي كانت طبقات، شايفين؟ هنا بقى انا هعمل ايه؟ جريمه من العيار الاول.
قطعة من اللية. طبعا السيخ الشاورما اللي بنشوفه في الشارع بتشوفوا كمية اللية اللي من فوق كده ونازلة تسيح على اللحمة، شكلها عامل ازاي. المهم هجيب عندي اللية، ما عندكيش حتة سمنة، ما عندكيش حتة زبدة، ما عندكيش رشة زيت، واسيحها كده واشوح فيها الدونر اللي قطعناه ده قبل ما اعمله في الساندوتشات بتاعتي. هبتدي بقى احط قطع الدونر بتاعتي تاخد تشويح. اجيب الحبة اللي بعدهم برضو نفس اسمه ياخدوا التشويحة دي. كده شكل الدونر بتاع النهاردة بعد ما قطعناه واديناله تشويحة مع اللية خفيفة كده. هنبتدي بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا كده ايه وندوق طعمها التحفة قوي واحنا بناكله. هبتدي احط فيه السلطة اللي عملناها او الحشوة يعني. حط بقى الطحينة، كمان ممكن نضيف رشة من الهوت صوص للناس اللي بتحب الحاجة سبايسي. قطعة من الدونر بتاعي، زي العيش السوري، حابين تحشوه فينو، حابين كايزر، حابين عيش بلدي، اي حاجة. هديله برضو دوت تحميرة كده في نفس الطاسة اللي عملت فيها الدونر وارجع لكم. وده كان شكل الدونر تركي بتاعنا النهاردة، بجد طعمه جميل جدا. اقرب حاجة ليه هي الشاورما، ممكن كمان تقطعوه شرايح صغيرة خالص يبقى زي الشاورما اللحمة. ممكن كمان تعملوا معاه حتة فحمة كده هيديله طعم مدخن كده حلو. بس هي تجربة حلوة واكيد اكيد هجربها مرارا وتكرارا لانها سهلة ولذيذة، والولاد كمان بيحبوا الحاجات اللي هي اكنها كده فاست فودز بسرعة. ده كمان شكله بعد ما حمرنا الساندويتش. حابين بقى تحطوه في فينو، حابين تحطوه في فينو، في جايزر، في عيش سوري، براحتكم خالص خالص. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ووصفتنا النهاردة الدونر كباب التركي. ترند صراحة في محله وليه حق يقلب السوشيال ميديا كلها، بجد كان طعمه جميل. لازم لازم تجربوه. ما تنسوش تبعتولي تطبيقاتكم وهنشرها على طول على المنتدى. بحبكم وهتوحشوني، والسلام عليكم.